السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد الحوتة ديال القرب بالخضرة في الفران عادية. خديت هاد القرب هذا حوت ابيض، فيها 2 كيلو. هادي غادي اول حاجة كنبدا الحوت، وخا نكون دايره ليه شي شرموله ولا شي تعميره غنعمرو بها، ولا بدا ضروري كندير هاد الشرميله الاولى، هي اللي فيها شويه ديال الهريسه الحار والملحه والحامض. دائما كنرقد بها الحوت في الاول، عاد غادي ندير ليه الشرموله. هاد الترقيده هادي كيدخل هذيك الحموضه وهذيك الحار كيدخل لداخل وكيلدد الحوت، حيت بعض المرات كنطيحو في الحوت كيكون ما مالحش وكيجينا باسل، واخا كنعمرو الحشوه من الداخل كيبقى باسل. هنايا انا عمرتها مزيان، درت لها هكايا وخليتها ترقاد بعدا على الاقل واحد نص ساعه ولا ساعه حسب الوقت اللي عندكم. ومن بعد عاد غادي نبدا نصوب في الشرموله هنا درت واحد الفلفله مشويه وربع حامضه مصيره وستة الفصوص ديال الثومه ومعلقه ديال العطريه ديال الحوت ومعلقه ديال التحميره. من بعد زدت عليها الهريسه والمعدنوس ونص كاس ديال الزيت وواحد نص كاس ديال الحامض ديال الخل، وعاد غادي نطحنها مزيان. ومن بعد زدت واحد المعلقه ديال الطماطم المركزه. هذه هي الشرموله المعتاده عندي. من بعد انا حاولت باش ندخل هذيك الشرموله مزيان لهذيك الحوته. وهذا الحوت هذا اللي مزيان فيه هو انكم لا بغيتو يجيكم لذيذ هو التوقيت والماء، ما ديروش ليه الماء نهائيا. ان هاد الخضره فيها خيزو وبطاطا راني سلقتهم من السلقه بالملحه باش ما يتعطلش بزاف في الفران، لان هاد الحوته دابا فيها 2 كيلو، كل كيلو كندير ليه 20 دقيقه، يعني 40 دقيقه في الفران ما نفوتهاش باش يجيكم الحوت طري. ومني كيطلق داك الماء ديالو خصو يبقى يطلق داك الماء حتى ابيض، حتى ما يبقاش يطلقو حبسو طياب صافي. من بعد انا زدت هنايا هذيك الفلفله ومطيشه دواور. هاد مطيشه كافي انها كتعطينا داك الماء، هي والحوت كينزل الماء ديالو وهذيك مطيشه كتنزل الماء ديالها، وهادو كافيين انهم يطيبوا لينا هاد الحوته في الفران، ما غندير لا ما لا والو. هنايا زدت هذيك الشرموله اللي شاط ليا كلها درتها فوق الخضره، كتجي لذيذه. هاد الطبق هذا كيجي لذيذ وهذا معروف عند المغاربه. شويه زدت هاد شويه ديال الكبار كان عندي كيلذ حتى هو كيجي زوين، درتو. وعاد غادي ندخلها للفران. الفران دائما يكون على 200 درجه. كل كيلو ب20 دقيقه. انا حاولت غير باش نزينها شويه وغادي ندخلها للفران، ندير لها البابي كويسون او البابي كويسون، ومن فوق منها كندير البابي الومنيوم وندخلها للفران. هاد الحوته دابا ملي كطيب في هاد الماء ديالها وكطيب في هادوك الوقت كيكون الوقت مضبوط كتجي زوينه بزاف لذيذه. كتجي رائعه. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وكنشكركم دائما على التعليقات الزوينين ديالكم، وكنشكركم على النصائح ديالكم اللي كندير بها، وشكرا بزاف لوقتكم اللي كتعطيوه ليا وثقتكم اللي كتعطيوني. وكنتمنى لكم نهار سعيد، وشكرا وبصحة والراحة مسبقا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا.